يا اخي انت عايز ايه منينا؟ قول لي كده ايه عايز منينا؟ طب مسلسلات فاشله وقلنا ماشي، عربيات وشغال تدقدق بيها كل نص ساعه تتصور لي بعربيه، واغلى عربيه في العالم واغلى مش عارف، وما علينا يا سيدي ربك الرازق والعاطي الوهاب. فلوس قبل كده ورميتها في حمام سباحه، قلنا ما حكم في ماله فما ظلم. لكن ربنا يكرمك وتبقى اول عربي، اول عربي يا رب من جيلة الناس العرب، يعني اول عربي توقف على المسرح اللي هو اسمه كوتشيلا ولا بوتشيلا ده، وتروح تمثل. سيبك يا عم، انت مش بتمثل مصر بس، انت بتمثل العرب كلهم. يعني انت رايح اول عربي يوقف على كانت القطعه تجلى قبل ما تروح، يروح يلبس لي حاجه فيها يعني مفتاح الحياه في ظهره. عظمه عظمه كده، الراجل هيبهرنا ويلبس حاجه فرعونيه تمثل الفراعنه، حاجه عليها الهرم، حاجه عليها مش عارف ايه. فالحاجه الوحيده في البدله اللي انت لابسها دي ما تمثلش غير شارع الهرم. يعني مش عارف ايه الوضع اللي يعني اللي انت لابسه ده، فرعونيه. هو بيضحك على نفسه بيقول انها فرعونيه. مالناش دعوه، اركن ده كله على جنب. ايه اللي دخل العلم في الموضوع؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي. يعني ايه؟ يعني انت كل مره تطلع بترند اسفت من اللي قبله. جينا في رمضان قلنا ارتحنا من وشك، ما فيش مسلسلات، طلعت لنا ببرنامج والناس زعلت مني يوم ما اتكلمت، يوم ما قلت انه هو محمد رمضان والفلوس مش عارف ايه وقلنا وقالوا الناس زعلت. يعني ربنا كرمك ببرنامج بتوزع فيه فلوس وقالوا الراجل استقام، مع ان انت اللي دفعته وكسبت كده 20,000 مره. ايه يعملوا فيك؟ ايه ده متسحب؟ جنسيتين اللي يسحبوها منه، ده يتسحب كده من رجاليه ويبقى عبره. شرطنا يا اخي، دول البلد الوحيده والمكان الوحيد اللي اول عرب يدخلوا فضحتنا بالهشك بالشك. يعني في 1000 رساله توجهها انت وقاعد على يعني بعد موضوع العلم ده، بعيدا عن البدله اللي انت لابسها، يعني تطلع تقول كلمتين على اخواتنا مثلا في غزه. بس كويس ان انت ما تكلمتش يا ابو عمو، يعني على الوضع اللي انت فيه اصلا ما ينفعش انت تتكلم في اي حاجه. يعني حاجه غير مشرفه لا لاسمك. يعني اسمك محمد ده ما ينفعش معاك خالص، ده ما يركبش عليك خالص الاسم. راجل مصري، ويؤسفنا اقول راجل بعد البدله اللي هو لبسها. حاجات كثيره حاجات كثيره انت بوظتها وخربتها ودعكتها. وانا اصلا مش متابع، بس اللي خلاني اتابع واشوف الحاجات اللي انت قلتها ده طلع فيه تصريح قديم ليك بتقول حفاجئكم في الحفله. يا ريتك ما فاجأتنا يا شيخ، ويا ريتك ما رحت، يا ريتك ما رحت. اهو ده اللي ما تزعلوش على سحب الجنسيه منه. ده بعيدا عن اللي هيتعامل فيه، المفروض هو اول ما ينزل ياخد له قلمين نضاف من اي حد. يعني قلمين نضاف، اصل المنطقه اللي هو فيها دي ما فيش عماله، اكيد ما فيش عماله مصريه يعني دبت في الحته دي. ما فيش حد يعني قابله في الشارع هناك يدي قلمين. مين اللي ضحك عليك وقال لك ان دي بدله فرعونيه؟ لا تنتبه للفراعنه بصله، يعني الا لو كانوا الجوار اللي بيرقصوا للملك، يعني ممكن البدله دي تخصهم هم. طب ايه هيقول الواحد؟ ايه هيقول؟ هو عايز الترند، هو بما يرضي الله بينجح فيه. هو بينجح في الترند بصراحه، بس الترند عاد شتيمه، ترند ايجابي، ترند سلبي، زي ما يكون. عمل له ضجه وخلى كل الناس تتكلم عليه. ده المفروض اول ما يجي يدعك، اول ما ينزل المطار كده ما ينفع، ده ما يتحطش على الممنوعين من السفر، لا ده اقول له تعالى انت راجل شرفنا هناك، تعال. وهنوه على ما يحط رجله في مطار القاهره. جماعه بشوفهم دول اللي بيقعدوا مواسير الحديد دي، يكنسوا اول المدخل بتاع المطار ينزلوا دق فيه يبوظوا ملامحه. ده يخرب بيتك يا شيخ، ده يخرب بيتك.